اخيرا اوبو اعلنت عن عائله الرينو الجديده وهي الاوبو رينو 10. طبعا انا عارف ان الرينو 9 اصلا لسه ما نزلش جلوبال وكده، ولكنهم مستعجلين شويه في الحوار ده وهينزلوا الرينو 10 بقى ولكن في الصين. في اللحظه اللي انت بتشوف فيها الفيديو ده اوبو اعلنت خلاص عن الرينو 10 في الصين، رينو 10 بقى والرينو 10 برو والرينو 10 برو بلس. فلو مهتم بقى تعرف كل حاجه تخص الرينو 10 فاعمل لايك دلوقتي. وبس كده خلينا نبدا في الفيديو على طول. اوبو اعلنت عن 3 موبايلات وهما الرينو 10 وال10 برو وال10 برو بلس، واللي انا شايف من وجهه نظري انا ال10 ده ملوش 30 لازمه، وحتى البرو بلس برده ملوش اي 30 لازمه. اللي بيقدم الصراحه امكانيات كويسه بالنسبه للسعر هو ال10 برو، انما ال10 برو بلس صراحه وال10 العادي انا شايفهم ما فيهمش فرق قوي. يعني ال10 5G هو ال9 5G ولكن مع اختلاف الكاميرات، وال10 برو بلس اصلا هينزل باسعار خرافيه. فمن الاخر يعني انا شايف ان ال10 برو هو افضل حاجه فيه، وده اللي انا هدقق قوي في الكلام فيه. خلينا نبدا كده على طول بال10 5G. الرينو 10 5G جاي بظهر من البلاستيك عادي جدا ولكن مع تصميم الصراحه جديد. يعني رينو 8 ورينو 9 كان جايين بنفس الشكل تقريبا. اوبو بقى عملت شكل جديد هنا في الرينو 10 العادي، وبالمناسبه هو ده نفس الشكل اللي موجود في ال10 العادي وال10 برو والبرو بلس. الموبايل هيبقى جايب بشاشه 6.7 انش، شاشه اموليد فول اتش دي بتردد 120 هرتز، نفس الشاشه اللي شفناها في ال9 5G بالظبط. المعالج هنا من سناب دراجون هو اللي سناب دراجون 778، نفس المعالج برضو اللي شفناه في ال9 5G مع 12 جيجا بايت رام مع مساحه داخليه برضو 256 جيجا نفس السنه اللي فاتت. التغيير هنا بقى يكمن في الكاميرات، استخدموا هنا بقى نوعيات سنسورات جديده، والصراحه انا اعتقد ان في منافسه شرسه من اوبو وبقيه الشركات. يعني اوبو كل سنه كده مش بتهتم بالكاميرا قوي، ما بتبقاش افضل كاميرا. السنه دي انا شايف ان في اهتمام بقى وفي سنسورات جديده بداوا يعملوها. عندك هنا 3 كاميرات خلفيه، اول كاميرا خلفيه هي ال 64 ميجا بكسل، وثاني كاميرا 32 ميجا بكسل وجايه بمستشعر هنا الاي ام اكس 709، والاخيره بقى ال 8 ميجا بكسل بمستشعر هنا اي ام اكس 355. بصراحه هنا الكاميرات فيها تطور كبير جدا، الصور هنا حرفيا ممتازه، تفاصيل والوان بقى وديناميك رينج ومعالجه اوبو كويسه جدا. الكاميرات هنا الصراحه فيها تطور كبير، مع بطاريه معتاده بقى ال 4600 ملي امبير وشاحن هنا 80 واط، وايوه الشاحن هنا موجود في العلبه مش زي سامسونج. وبس كده دي كانت كل حاجه عن الرينو 10 5G. نيجي بقى للموبايل اللي انا منتظره الصراحه وهو الرينو 10 برو 5G، وده اللي بيقدم بقى قيمه مقابل سعره الصراحه. الرينو 10 برو 5G جاي بشاشه هنا يا اموليد كيرفد 120 هرتز، شاشه الصراحه الوانها ممتازه بحواف بقى قليله وزوايا رؤيه كويسه جدا، شاشه الصراحه بتادي اللي عليها في الفئه السعريه دي، مع معالج هنا بقى قوي جدا جدا وهو الدايمنسي 8200. عايز اقول لك ان المعالج ده اعلى من السناب دراجون 3 اللي نزل من سنتين، فمعالج الصراحه قوي جدا. معالج اوبو بقى سلسه وكده هيديك اداء الصراحه خرافي على غير عاده اوبو يعني، مع برضو اهتمام كبير جدا بالكاميرات. عندك هنا 3 كاميرات خلفيه الاساسيه الصراحه ودي ممتازه 50 ميجا بكسل ومستشعر هنا اي ام اكس 890، مع كاميرا ثانيه 32 ميجا بكسل بمستشعر هنا اي ام اكس 709، والاخيره 8 ميجا بكسل. وطبعا كل الكاميرات الخلفيه جايه بمثبت بصري. فالصراحه الصور اللي بتطلع من الموبايل ده خرافيه. مع بطاريه بقى 4600 ملي امبير وشاحن موجود في العلبه 100 واط، الشاحن ده بيشحن في حوالي 25 دقيقه بس. نخش بقى على البرو بلس من الرينو 10 برضو، ولكن الموبايل ده مش عاجبني قوي، وده لان سعره مبالغ فيه جدا الصراحه. هو جايب الشاشه هنا 1.5K مش فول اتش دي عادي، هتديك بقى كثافه بكسلات اعلى الصراحه، شاشه اموليد برضو 120 هرتز، شاشه الصراحه ممتازه جدا، ولكن كنت اتوقع بقى تبقى 2K لان سعرها الصراحه غالي. مع معالج هنا هو السناب دراجون 8 بلس جين 1 وثلاث كاميرات نفس اللي موجودين بالظبط في البرو العادي، نفس السنسورات بالظبط ونفس المثبت البصري وكل حاجه. اللي هيفرق بقى هو معالجه المعالج ده، لان ال8 بلس جين 1 غير الدايمنسي 8200 مختلفين عن بعض جدا بقى من ناحيه الاداء ومعالجه الصور، فصور البرو بلس هتبقى احسن شويه من البرو العادي. بالاضافه بقى لبطاريه 4700 ملي امبير اعلى 100 ملي امبير من البرو العادي، وشاحن هنا 100 واط، فمفيش اي فرق يذكر ما بين الموبايلين دول بس غير المعالج والريزوليوشن الاعلى في الشاشه، غير كده هم يعتبروا نفس الموبايل بالظبط. وبس كده كانت كل حاجه عن عائله الرينو 10 الجديده. اشوفكم بقى في الفيديو الجاي، سلام.